عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي، كنيته أبو عبد الرحمن، أحد الثلاثة الذين هم أثبت الناس في موطأ الإمام مالك. الثاني عبد الله بن يوسف، الثالث يحيى ابن يحيى النسابوري. وأثبت الثلاثة على الصحيح عبد الله بن يوسف. وزاد بعضهم الشافعي محمد بن إدريس، والصحيح أن الشافعي أجل من روى عن الإمام مالك. وزاد بعضهم عبد الله بن وهب، والصحيح أنهم الثلاثة: الأول عبد الله بن يوسف، عبد الله بن مسلمة، يحيى ابن يحيى القعنبي، يحيى ابن يحيى النسابوري. عبد الله بن مسلمة من العابدين، وهذا شأن أئمة العلم، يجمع مع العلم العبادة. ففي ترجمته ثقة عابد. وقال الذهبي حجة أي فيما يرويه عن الإمام مالك، فإنه من أثبتهم في الإمام مالك رحمه الله.